اول مره يشوف قناتي، انا رحمه من قناه اسرار الطبخ مع رحمه. يا ريت يشترك عندي ويفعل الرن علشان يوصلكم مني كل جديد. وتعالوا نشوف عملنا الاكل الحلو ده ازاي مع بعض. الفراخ البلدي والرز بشعريه، وكمان الحاجات الحلوه دي كلها. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. جربوا يعني تحمروا الشعريه في الاول وبعد كده تغسلي الرز، بس بتزودي ضعف الرز ميه. يعني مثلا لو بتحطي كوبايتين ميه، لا حطي 4 كوبايات ميه وسيبيهم. اول لما يجي الرز يغلي احتفي عليه على طول الشعريه وهي سخنه. بيغلي على طول مع بعضه وبيطلع معانا. اما انا بحب ريحه البهارات دي في الفراخ، بتخليها ريحتها حلوه جدا. شويه فلفل، شويه ورق لوري بقى مع الحبهان والمستكه، وشويه تقليب حلوين. وتنزلي عليهم بقى بعصير الطماطم. ما اقولكيش الريحه بتبقى عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله. كده بقى خلاص احنا شوحنا الفرخه ومعاها الحبهان والمستكه والبطاطس. وكل حاجه من دي خلاص هننزل عليهم بعصير الطماطم. شويه ملح معلقه. بس خلاص كده شوحنا الفرخه. وبقت حلوة جدا. محتاجين بس الطماطم. هنحط بقى عصير الطماطم عليها. ونزودها ونسيبها كده تاخد وتدي بقى مع نفسها. لحد ما نشوف بقى هنجهز الاكل ازاي ونظبط الدنيا. وبعد كده هرجع اوريكم هنعمل ايه. انا حطيت كده عصير الطماطم، هبدأ ازود كده. خلاص فيها الفلفل، فيها الملح، فيها البهارات، فيها ورق اللوري، فيها البطاطس، البصل، الجزر، فيها كل حاجة. شوربة صحية جدا وجميلة. بعد كده هنجيب بقى نزود الحاجات بتاعتنا دي. هنزود الشوربة. هزود كده لحد ما اغطي الفرخة. واسيبها بقى تغلي ونشوف هنعمل ايه مع بعض. اهو زي ما انتوا شايفين زودت الفرخة. خلاص كده. بس كده هسيبها. ونرجع بقى بعد ما تستوي نحمرها مع بعض ان شاء الله. خلاص بعد ما الفرخة بتاعتي استوت، انا خلاص بدأت احمرها زي ما انتوا شايفين كده. الطاسة دي صحيح صغيرة بس جميلة جدا، بتحمر لي الحاجة بسرعة جدا وحلوة قوي. فعشان كده تلاقوها معايا في كل حاجة، محمرة فيها الشعرية وكمان حمرت فيها الفرخة. حلوة جدا. خلاص زي ما انتوا شايفين بدأت تحمر اهي، لحد ما تاخد اللون بقى الذهبي الجميل. طبعا الزيت لازم يكون سخن جدا جدا علشان خاطر تحطي الفرخة ما تشربش معاكي زيت، لا تتحمر كده بسرعة جدا. ساعات بنحمرها في فيجيتار وساعات لا. فعلى حسب يعني رغبتك. خلاص كده الفرخة اتحمرت من جميع الاتجاهات. وانا بحمرها كمان من الجوانب ومن كل مكان زي ما انتوا شايفين كده. بعد طبعا ما حمرت الفرخة بدأت بقى أجهز الأكل. وده كان شكل الأكل بتاعنا. دي الشوربة ومعانا مخلل اللفت الجميل الحلو ده اللي انتوا شايفينه معمول في البيت، طبعا ما فيش أحلى منه. معانا الرز، شايفين الرز عامل ازاي. جربوا طريقتي في الرز وإن شاء الله هتعجبكم جدا، طريقة حلوة جدا. وأكيد أكيد إنها مضمونة يعني. اتمنى منكم طبعا قبل ما اسيبكم، اللي مش مشترك عندي في القناه، انا رحمه من قناه اسرار الطبخ مع رحمه. يا ريت تشترك عندي ويفعل الرن علشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.